السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كتاكيتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى يا بطبيتي، هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله تورتتين احلى من بعض. الشكل اللي انت شايفاه قدامك ده يا لوزة بالمانجا، وحشيها من جوه مانجا. والشكل التاني دوت مش حشيها حاجه وسايباها ساده زي ما هي كده. دي بقى تورته النجاح بتاع الواد بتاع ابتدائي دوت اللي كان ايه مزهقني ومطهقني. فاحنا ايه قلنا نراضيه وخلاص زي بعض لله. عقبال يا رب ما نعمل التورت بتاعت الثانويه العامه، وربنا يقر عينينا بيهم ويفرح كل الاهالي يا رب، ويديهم على قد تعبهم يا رب. بس بصي يا لوزة، قبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، اوعي تنسي يا لوزة. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 3 بيضات، وهنحط عليهم نص كوباية سكر، ومعلقة خل كبيرة، ومعلقة محسن زي ما انت شايفة كده صغيرة، بما يعادل 30 جرام. ما تكتريش المحسن يا لوزة. بصوا بقى، انا في كذا حاجة اكتشفتها في الكيك دوت اللي احنا بنعمله، او الاسبونش ده، هقولها لكم واحدة واحدة واحنا مع بعضينا. بصي يا لوزة، هنحط كده جنب العجان كوباية الا ربع مية. يعني كذا حاجة الواحد ايه مع الخبرة ومع ان هو بيجرب مرة واتنين وتلاتة بيكتشف حاجات في الاسبونش ده. بس الاول ركزي معايا في المقادير. كده انا سبتها تتضرب الاول على السرعه العاديه رقم 1 مثلا ولا 2، وبعد كده رحت معليه السرعه. جبت كده بوله، وجبت معايا اللي هي المصفى اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وهحط كوبايتين من الدقيق. ادي كده اول كوبايه، ودي تاني كوبايه، هشيل منهم بقى معلقتين زي ما انت ما شايفه كده، وهحط مكانهم معلقتين من النشا، وتكون مهرمه شويه. النشا بيدي تيست حلو قوي، وبيفتح السبونج، بيبقى ايه، بيخلي مساماته مفتحه وجميله. كده احنا حطينا المعلقتين بتوع النشا، وهنحط معلقه من البيكنج باودر اللي انت شايفاها الصغيره دي. يعني مش يعني انت لو عايزه تحطي من معلقه الشاي حطيها ممسوحه. ونبدا ننخل كل المكونات دي على بعضها. خلاص انا كده ايه، شايفه ان الخليط حلو. بصي بوريهولك اهو يا لوزه، كده شكله جميل اهوت، وعلي وبقى زي الفل. هبدا انزل بقى بالميه حبه حبه. انا مقلله السرعه شويه، يعني مش معليها قوي. بعد ما اخلص اخر حبه في الكوبايه هعليها على الاخر. اهو كده عليتها بقى على الاخر، تاخد لها لفتين 3 وابدا انزل بالدقيق. خلاص كده اخر معلقه معايا في الدقيق. في الوقت ده انا اكون مولعه الفرن. اهم حاجه الفرن يبقى والع اول ما تبداي المكونات، وتسيبيه والع يا لوزة قبلها ب10 دقايق، وتحطي الصاج في الرف الاوسط على درجه حراره 200، تحطيها على اعلى حاجه عندك. بياخد بالظبط من 7 ل10 دقايق فقط لا غير. كده احنا حطيناه، مش هياخد بالظبط من يعني 7 دقايق ان شاء الله. في الوقت ده بقى هبدا انا اعمل ايه، الكريمه. معايا هنا نص كوبايه من السكر، حطيت عليها كوبايه ونص من الميه. الاول حطيت نص كوبايه الميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي على الجردل اعزكم الله بتاع الكريمه. وبعد كده لما يبدا يدوب السكر احط الكوبايه التانية بقى ساقعه عليه، عشان ما كتر اللف فيها بيخليها ان هي تبرد. خلاص اديته كده لفه، هقفل وهحط بقى ايه كوبايه الكريمه. في الشتاء يا جماعه انا كنت بحط كوبايه كريمه بحط عليها كوبايتين ميه، عشان انا بستخدم ريتش المتحده. دلوقتي عشان الجو بقى حر بقيت احط كوبايه مثلا لربع كوبايه ونص ميه في الحدود دي كده. وانا شغاله لو لقيتها يعني سايحه شويه بحط لها شويه كريمه كمان. شفتوا الصاج كده لما طلعته؟ شفتوا الحته المتشققه الصغيره دي؟ عارفين الحته الصغيره دي ليه؟ هقول لكم ليه. الحته دي يا لوزه بتبقى من ان انتي عملتيه وحطيتي له ميه كتير، فتلاقيه الصبح شقق. يعني انت لو عملتيه من بالليل تصحي الصبح تلاقيه شقق، ما تعرفيش بيشقق من ايه. يعني انا جربته كذا مره، قعدت اجرب اقول يا رب طب انا عايزه افهم حاجه. ده انا بصحى الصبح الاقي فيه زلزال. طب الزلزال ده من ايه؟ كنت هتجنن بقى. هقول لكم دلوقتي على بقيه الايه القصه، بس انا بقول لكم دلوقتي ان انا بقص. دلوقتي هعمل له تورتتين البيه دوت. كان عايز بقى ايه، يعني نقى شكل كده عندي في التليفون ونقى شكل تاني، فقال لي يا ماما اعملي لي دول. طب يا ابني نعملهم تورته واحده الله يهديك. قال لي لا انا عايز اللي الشكلين دول والنبي يا ماما. قلت خلاص زي بعضه. فعملت هنا مقاس 16،
وبرده التورته التانية هجيب لها البورد مقاس 16 واخده عليها. هنا هيطلع لي 3 سبونج، 3 قطع من السبونج. ماشي يا روزا انت كده، ده بقى ايه تمام انت عارفاه، والباقي هنقصه مع بعضينا. بس انا عايزه اقول لك على قصه السبونج عشان ايه، انا دماغي كان ايه يعني، مش عايزه اقول لك كان هيشد. الاول انا كنت بعملها بنص كوبايه ميه، نص كوبايه الميه ما كانش بيشقق معايا. لما بدات ازود الميه بقى يديني ارتفاع عالي وما يشققش معايا، يديني ارتفاع عالي يا ربي ويشقق معايا. يشقق في حاله واحده لو انا سبته بايت لتاني يوم، لكن لو عملتيه في نفس اليوم يعني يبرد نص ساعه كده بالظبط، خلاص هو طالما برد وحطيتيه في مكان هادي كده وده يعني يعني فاتر او قدام مروحه ولا حاجه، هتلاقيه برد بسرعه، هتشتغلي على طول مش هتلاقيه بيشقق. لكن لو سبتيه بقى من بالليل، انا اكتشفت ده لما اعمله من بالليل واسيبه الصبح، اصحى الصبح الاقيه مشقق. طب يا رب دوت شقق من ايه؟ قلت يبقى هي عشان خاطر الميه الكتير. الاول لما كنت بقلل الميه نص كوبايه ما كانتش بتعمل معايا كده. فتمام خلاص احنا كده عرفنا. فانت بقى يا لوزه لو هتعملي ومش عايزاه شقق معاكي، هتعملي بالقصه اللي انا بقولك عليها دي. تبداي تعمليها من مثلا عملتيها دلوقتي واشتغلتي دلوقتي تمام التمام، هتبيتيه بقى وتسيبيه بالليل، يبقى هي نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه عشان ما تشقش معاكي. واصلا القوام الصح للسبونج المفروض البيض يبقى كتير، بس احنا عشان نوفر، عشان الحاجه غاليه والخامات غاليه، بقينا نستعيد بالميه بدل البيض. يعني المفروض نحط 5 بيضات وتبقى نص كوبايه ميه كمان، مش هيشقق معاك، عمره ما هيشقق معاك وهيديك ارتفاع عالي. بس احنا عشان الدنيا بقت غاليه بقينا نتغاضى عن القصه دي ونزود الميه. خلاص يا لوزه كده عرفتي تمام التمام. هتعملي من بالليل يبقى هي نص كوبايه ميه عشان تسيبيه يبات معاك للصبح ما يشققش. وتزودي البيض، مش عايزه تزودي البيض خلاص يبقى الميه قليله، هي نص كوبايه بمعنى نص كوبايه. الكوبايه بقى وكوبايه الا ربع بتخليه شقه. لو هتعملي كوبايه كوبايه الا ربع يبقى تعمليه في نفس اليوم، يعني تبقي عملتيه دلوقتي يبرد نص ساعه وتقومي تشتغلي فيه على طول. لان هو القوام بتاعنا القديم كان احلى بكتير والله العظيم. وهقول لكم على حاجه، من قبل كمان احنا بنستخدم المحسن ده يا جماعه. لما كنا بنعمل من غير فصل البياض عن الصفار، لما كنا بنعمل البيض الاسبونج ونحط البيض فيه 5 بيضات او 6 بيضات، كان بيبقى الارتفاع مظبوط وما تلاقيهوش يشقق ولا اي حاجه، سواء حطيتيه في صاج او سواء حطيتيه في صينيه ما تلاقيهوش يشقق ولا حاجه. ليه بقى يشقق؟ لان احنا بقينا نستعيد عن البيض بالميه عشان نوفر في الخامات، لان كل حاجه غاليه. طبعا اللي بيشتغل اوردرات والحاجات دي فهو عاوز اوفر حاجه، لان الناس بتبقى عايزه تاخد الحاجه ببلاش، ما بتبقاش عايزه تدفع فلوس. وتبدا بقى يعني انا اسفه في اللفظ اتلابط بقى مع الناس اللي هي بتشتغل معاها والكلام ده كله. وناس كتير بتعاني من القصه دي، يروحوا يشتروا من محلات زي ما هم ما عايزين، ولو قالوا لهم ب1000 جنيه هيدفعوا. يجوا بقى للناس اللي هي بتعمل، يقعد بقى يفاصل معاكي كانك واقفه في سوق، كانك بتبيع قوطه. فعشان انت يعني بتريحي نفسك من القصه دي كلها، بتوفري في الخامات. توفير الخامات ده بقى هو ده اللي بيخلي الزبون يشقق معاكي. مش عايزاه يشقق منك يا لوزه، تعمليه في نفس الوقت، في نفس الوقت تعمليه. يعني انت دلوقتي عملتيه خلاص نص ساعه يبرد تمام، تكملي بقى. هنا خلاص انا حطيت الطبقات فوق بعضها اهي. بصي اللي كان مكسر اللي انا وريتهولك في الاول ده، اللي حطيته على الوش حطيته في النص، ودولت عشان مستويين ومديني شكل القطعه سليمه حطيتها فوق. القطعه السليمه حطيتها تحت خالص، هي اللي تشيل. دي العمدان بقى اللي تشيل القصه دي. خلاص انا كده جلستها وما جلستهاش يعني التجليس اللي هو يعني بيرفكت قوي. يعني الجو كان حر، انا تقريبا كنت بفطس، والله الواحد كان بيفطس، حتى مش مشغله البوتاجاز ومش مشغله حاجه، بس برضو الجو كان حر. يعني اليومين دولت ربنا يرحمنا والله. ده معايا انا كده جليس شفاف، حطيت له لون اصفر زي ما انت ما شايفه كده، وعملت برضو جليس تاني برضو الشفاف حطيت له لون اخضر، هعمله معاكي دلوقتي. وجبت المعلقه بتاعت البيكنج باودر اللي انت عارفاها الصغيره بتاعتي دي، وبدات اسحب سحبه بسيطه زي ما انت ما شايفه كده. هتديكي شكل جمالي ان شاء الله، تعجبك قوي. يعني لو حبيتي تعملي الشكل ده يعني هيعجبك باذن الله. وكده عملنا هو الناحيه التانية برضو ما بين كل واحده من الصفرة اللي هو الجليز الشفاف الاصفر، حطيت نقطه خضرة كده زي ما انت ما شايفه، يعني تكه كده. كيس بقى حلواني او كيس تلاجة كله ماشي. وتسحبي برضو بالمعلقه نفس ما سحبتي اللون الاصفر. اللي وصلت معايا لهنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واوعي يا لوزه تنسي تفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا بقى احنا هنقول ايه، شغل المعلم لابنه، ولا معلم ولا حاجه، ده احنا بيتعلم علينا. احنا شغل المعلم لابنه، والنبي ده هم اللي معلمين على الواحد.
بصي بقى تبداي تحددي كده خط، تبداي تقسمي التورته، سواء بقى عايزاها 3 سم 4 سم 5 سم زي ما انت ما عايزه. شوفي الحته اللي انت عايزه تقسميها. انا شفت ان الجزء ده كده مناسب، وجبت الجليز الاخضر ورحت ماشيه زي ما انت ما شايفه كده، وخدت كل اللي واقع، قفلت كل الفراغات اللي انت شايفاها قدامك دي يا لوزه. عقبال يا رب ما نعمل لبتوع الثانويه العامه، ونفرح كل الناس يا رب بالشهادات. كل من كان ليها عيل ولد او بنت يرجحوا بحق جاه النبي لاهله، عشان الناس دي تعبت والله جامد، والعيال نفسها تعبت. ربنا يجازيهم ويكافئهم يا رب. وتبداي تمشي بقى كده يا لوزه زي ما انت ما شايفه. انا بس ايه عشان الوقت خلصتها. بص انا في الاول حطيت فوق لون اصفر، عملتها كده ما عجبتنيش، يعني عملت ورد كتير جنب بعضه كده بالبلة او بالتيب، ما عجبنيش، رحت شايلاها. حتى في اثر للشيل اهو كان لونها اصفر. فانا قلت لا، انا هعملها ورده حمراء زي ما انت ما شايفه كده، وابدا اغطي بقى كل الاجزاء اللي انا بينتها، وهحط لها في الاخر فروع ورع ورع. الواحد مهنج، الواحد مهنج من الصيف والله. الواحد مش مهنج، الواحد شحنه مفقود اصلا. هبدا احط لها ورق شجر كده لونه اخضر، عشان يداري الجزء اللي انا سبته زي ما انتم شايفينه كده ملحوس ده. عايزين نظبط له الدنيا عشان ما يقوليش انتي عامله لي اي كلام. اهو بصوا، ورحت محوطاها كلها كده، لفاها لفه كلها كده. لو مش عايزه تلفيها اللفه دي مش مشكله، سيبها زي ما هي برضو بيبقى شكلها حلو. اهو بص، جبت ورق الكوتشينه زي ما انت ما شايفه كده، ورحت تانياها كده نصين، ورحت ماشيه بيها كده، وجبت البلبله اللي انت شايفاها ده او التيب ده، وهبدا امشي عليه. ده تيب ساده يا جماعه، وهبدا احط نقط صغنونه كده، يا تحطيها واقفه زي ما هي كده، يا تميليها وتسحبي نقطه وتشدي نقطه وتشدي. فشوفي اللي يعجبك ايه. اهو انا جبت بقى ايه بعد ما خلصت كده، رحت حاطه نقطتين تحت في الفوارغ كده، تحت الحته اللي هي فاضيه دي، نقطتين من الاخضر كده، عملتها زي الستاره. وجبت السبرينكل الصغنن ده اللي هو لونه اخضر، عشان يمشي ايه مع التورته على شكل قلوب، وحطيتها كده في الجناب كده. دي خلاص خلصت، هحطها في التلاجة. هنبدأ بقى ايه نزين التانية. بصي بقى يا لوزة، هنبدأ نمشي. انا وريتك التيب اهو في الاول، هنبدأ نمشي كده زي ما انتي ما شايفة، يعني ايه دواير 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 مع بعض. الحتة اللي طالعة بقى دي ما تسيبها لهاش كده بقى ايه سايدة، يعني انتي وقفيها لتحت، تعمليه زي ما انا ما عملتها كده، خليها لتحت ما تبقاش ظاهرة قوي. اهو تلفي 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 زي ما انتي ما شايفة كده. البيك انا عايزها بالمانجا بقى، حشيت له دي مانجا من جوه، وحطيت له مانجا فوق من على الوش. المانجا يا جماعه المتفرزه عذبتني علشان الفها ورده، اضطريت ان انا الفها ورده واحطها في الفريزر تجمد، وبعدين ابقى احطها على وش التورته. اهي بصي برضو الايه النقشه اللي تحت دي اهي، هتبداي تلفي برضو لفتين كده وتسحبي لفوق، تسحبي لفوق، يعني الخط ما يبقاش مستقيم، يبقى طالع زي ما انت ما شايفه كده لفوق. اهي شايفه يا لوزه، لفتين واسحب لفوق، لفتين واسحب لفوق. اهو شكلها بيبقى جميل جدا، وبيبقى شكلها شيك جدا ورقيقه كده وسيمبل. خلاص لفيناها كده، حزمناها من تحت زي ما بيقولوا. اهو بص بقى المانجا انا حطيت عملتها ورد، جمدت اهي في الفريزر. ودي حطيت لها مناديل ورق بتاعه المطبخ عشان تنشف الاول وتشيل الميه بتاعتها كلها، وجمدتها برضو. بدات تفك سنه بسيطه، بدات اشيلها اهي. ده ورد كده اهو، عاملاه زي شكل الورد، حطيت واحده ورحت لفها عليها. لما بتبقى جايه بقى سليمه، يعني لسه جايباها من بره، بتبقى قمه في الجمال وما بتتعبكيش وما بتعذبكيش. اما بتبقى فريش ملهاش حل. بصوا يا جماعه، اي حاجه فريش ملهاش حل. بص بقى انا حطيتها كده في الاول اللي انا عملتها دي، وقلت ايه هحط كريمه كده تحتها والزقها فيها، ما عجبتنيش، شلتها برضو وغيرت الشكل تماما. كنت هحطها كده، مش عارفه كده احلى ولا لا، انا حسيت ان هي مش ظريفه فشلتها. بس كده خلص شلتها زحلقناها. هنحط بقى كريز في كل حته كده في الجناب الاربعه كده زي ما انت ما شايفه، ونبدا نحط فروع الورد بقى اللي هو الاخضر اللي انا هعمله. لو مش عايزه تحطي فروع الورد، انا مره كنت عاملاها له قبل كده، بس ما كنتش عاملاها المقاس ده، كنت عاملاها 25 في 25، كانت اكبر من كده، كانت بتاخد 3 وردات من المانجا، كان بيبقى شكلها جميل جدا. وحطيت هنا بقى زي ما انتم شايفين كده اللي انا كنت قصاها في الطبق. هبدا ارص معاكم اهو علشان ايه تشوفوها. انا هعمل بس معاكم الجنب ده، وهعمل الباقي كله لوحدي. انا قصيت من الفيديو ده والله لما قال بس، يعني انا حاولت اقص منه اقصر منه على قد ما قدرت. اهو بصي يا لوزه، وتبداي تحطيها انت بقى، قصيها بشكل احسن من كده شويه. لو جبتيها طازه هتتقص معاكي زي العسل. دي عذبتني عشان اقطعها، وعشان
الفها واعملها ورده، غلبتني. وبعدين بطلعها الاول تصفي الميه بتاعتها، لان هي بعد ما بتطلع بتبقى عامله زي العصير كده، فيها ايه يعني العلبه بيبقى غرقانه من تحت ميه، فانت بتحطيها في مصفى يا لوزه وتسيبها تصفي، وبعد ما تصفي تفرشيها على ورق مناديل بتاعه المطبخ تنشف خالص، وتحطي في منها ورق مناديل تنشف خلاص تمام. حطيها بقى في الفريزر تجمد، مش هتعمل ميه خلاص لانها صفت ميتها. انا كده بقى كملتها كلها. جبت بقى التيب اللي انتوا شايفينه ده، وبعمل اهي بصوا الروزيتا مقلوبه وارفعها لفوق، مقلوبه وارفعها لفوق، عامله زي اللي هي ايه، نظام الستاره كده. كانت موجوده زمان دي في القط والفار، لما كان الفار مستخبي ورا الستاره ويقعد يمسح نفسه كده بالستاره، شكلها كان جميل. واللي بتتفرج على كرتون يا سوما، امال ايه؟ ده انا اعجبكم قوي، عيله عيله من العيار التقيل بصراحه، بحب الكرتون جدا. اهو بصي خليناها كلها شكل واحد، والفروع بتاعه الورد زي ما انت ما شايفه كده يا لوزه، تحطيها في الجناب بس تنطقها وتديها حاجه بسيطه. ايه رايك بقى يا لوزه؟ ايه رايك يا لوزه؟ ما تنسيش بقى الايه التعليقات بتاعتكم اللي بتفرحني ومش عايزه اقول لكم بتبسطني قد ايه. واللي تعوز اي حاجه تكتب لي في التعليقات وانا هرد عليها. اللي عجبها الفيديو ما تنساش تحط اللايك والشير وتشترك في القناه، واللي لسه بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه. اوعوا تنسوا تعليقاتكم الجميله. ايه رايكم يا بناتيتي الحلوين؟ يا رب تعجبكم، وعقبال ما نعمل لاولادنا ان شاء الله، وربنا ينجحهم كلهم. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.